صلي على الحبيب قلبك يطيب. تعالوا بينا هنعمل مع بعض وصفة كده حلوة وسريعة وكمان طعمها حلو جدا. معايا هنا معلقة كبيرة من السمن البلدي، هنزل عليها كده بصلاية مفرومة كده ناعم بالشكل ده، وهشوحها شوية. تمام كده. هحط لها بقى كوباية مية او نص كوباية مية كده كبيرة، وبحط هنا شوية من الملح عشان الملح ده هيدبل لي البصل. انا عاوزة البصل يستوي شوية لان الفراخ اللي هنحطها دلوقتي مش هتاخد معايا سوا. حطيت هنا كوباية صغيرة كده من المية والملح مع البصل، وهدوبهم كده شوية واقلبهم شوية، وبعد كده هقوم مغطياها عشان البصل يستوي معايا. بجيب هنا بقى قطع من الفراخ، ده قطع اللي هي الشيش بدون جلد وبدون عظم. قطعتها مكعبات كده وحطيتها على البصل، وبتبل بقى التوابل اللي انا حباها او المتوفره عندي. بحط هنا شويه من البهارات المشكله، رشه صغيره كده من زر الورد مع الحبهان المطحون، رشه من القرفه، واحط 7 بهارات، واحط كمان شويه من مرقه الدجاج اللي هي بنشتريها من عند العطار، واحط شويه من 7 بهارات. هقلب كل الكلام ده مع بعضه كده. الفراخ طبعا بتستوي بسرعة وما بتاخدش وقت معايا، عشان كده انا بدأت بالبصل الاول. بقلبها كده كويس، وبعدين هغطي عليها واسيبها تستوي مع بعضها كده مع نفسها. بجيب بقى هنا حلة على النار فيها مية مغلية، بحط فيها معلقة صغيرة من الملح، وهجيب هنا مكرونة سباكيتي عشان هنعمل مع بعض نجريسكو من الوصفات اللي طعمها تحفة جدا وبتبقى حلوة جدا في العزومات. هنا هحط بقى المكرونة بالشكل ده، وكمان الفراخ خلاص انا شلت الغطا منها عشان هي خلاص استوت معايا. ولو احنا طولنا على النار الفراخ بتبقى ناشفة، لكن انا عايزاها هنا يدوب بس تكون مستوية وتكون طرية، لان لسه هتاخد وقت في الفرن مع المكرونة، فمش عايزين نسويها قوي وتبقى طعمها ناشف. بحط هنا كده المكرونة من غير زيت وبقلبها كويس جدا عشان ما تلزقش مع بعضها. كده انا طفيت خلاص على الفراخ وشلتها. المكرونة خلاص بنديها حوالي 70% من السوا. بصفي المكرونة بقى وبجيب هنا عشان هعمل البشاميل. بجيب هنا سمن بلدي مع شوية من الزيت، تقدري تستخدمي اي سمنة انت بتحبيها. بحط هنا الدقيق. انا هنا ما بحبش احط كل معلقه دقيق عليها معلقه من السمنه، لان بتبقى نسبه الدهون كتيره جدا، والمكرونه عامه او النجريسكو هتكون تقيله في الهضم، فانا بحاول ان انا اخفف شويه الدهون. هنا انا خلاص بدات الدقيق شوحته، حطيت عليه الحليب وبقلب باستمرار. اللبن بيكون بارد والحليب والدقيق بيكون معايا سخن. ببدأ هنا افك كده باللبن على طول باستمرار بقلب. بحط بقى هنا شوية من البهارات، حطيت شوية فلفل اسود، شوية برضو من مرقة الدجاج الفورية، وكمان شوية من 7 بهارات، وبحط الملح بتاعي وبظبط كل الكلام ده وبقلب باستمرار لحد الكريمة او اللي هو البشاميل يتقل معايا. انا هنا كمان حطيت شوية من 7 بهارات، كمان حبيت ان انا ازودها شوية، وحطيت معلقة كبيرة من اللي هي الجبنة الكريمي. اقلب كويس لحد ما البشاميل بتاعي يغلي معايا، وبعدين بطفي عليه البوتاجاز. بجيب هنا بقى الصينيه بتاعتي بدهنها كويس جدا بالسمنه، وبعدين بنزل بجزء من المكرونه في الصينيه وبحط عليها البشاميل زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بجيب بقى الفراخ كده وبوزعها في الصينيه بالطريقه دي. تمام كده. هجيب بقى باقي المكرونه وبحطها برضو على الوش الفراخ كده. تقدري تحطي مشروم، تقدري تحطي زيتون، تقدري تحطي فلفل مع الفراخ حسب ما انت بتحبي. انا هنا بعد ما حطيت المكرونه ببدا بقى هنا احط باقي البشاميل بالطريقه دي كده. الصينيه تمام معايا. ادخلها الفرن لحد ما تاخد لون من تحت، وكمان تاخد شمعة كده تتشمع من فوق. انا الاول بدخلها احمر من تحت الاول، وبعدين بطلعها واحط عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا، وحطيت هنا شرايح من الزيتون، وبجملها او بزينها بالوردات اللي انتوا شايفينها دي. جربوا الوصفة هتعجبكم، سهلة وبسيطة وطعمها تحفة. ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب باسم اميره ابو زيد بالعربي، بيجي القناه على الفيسبوك باسم اميره ابو زيد بالعربي والانجليش. يا ريت تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وقولوا لي وصفتكم ايه النهارده او فطاركم ايه النهارده. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.